11 يوم بس على مونديال، وأنا قاعد أتفرج على السعودية بتاكل 2 من إكوادور. السعودية خسرت أول ودية قبل البطولة، ولسه في حاجة هقول لكم عنها بعد شوية. وبس استنى الجامد. مكسيكو كسبت أستراليا 1-0 في روز بول، الهدف من يوهان فاسكيز براسه. وأكتر مشهد وجع، أوتشوا نزل آخر ماتش، وإدسون ألفاريز اداله شارة الكابتن وداعاً بريحة أماونديال. وخليني أوجعك بالرقم، بوكايو ساكا دلوقتي 0 في 4 نهائيات: يورو 2020، يورو 2024، ليجز كاب 2026، وتشامبيونز ليج 2026. 4 مرات يلعب نهائي، 4 مرات يرجع بدون كأس. ده اللي اسمه ظما. وأنا هقول لكم رأيي بصراحة، جمهور بي اس جي وهم بيحتفلوا بالشامبيونز طلعوا يشتموا في مبابي. الراجل ساب الفريق سنة ولسه فاكرينه. ده غباء. قبل مونديال ب 11 يوم تكسر نجم منتخب فرنسا؟ أولتراس باريس وحشوا نفسهم. وفي خبر تاني فشخ ميلان، رافالياو قال على سبورت تي في البرتغالية إنه ماشي الصيف ده. قال بالحرف: اديت كل اللي عندي للنادي، عايز تحدي جديد في دوري تاني؟ نهاية حقبة في سان سيرو. والحاجة اللي حبستها من الأول، نيمار رسمياً هيلبس قميص رقم 10 مع البرازيل في المونديال. بعد كل الكلام عن الإصابة وأنشيلوتي بيراوغ، الراجل أخد 10. أنا شخصياً مش مصدق إنه هيلحق الافتتاح صح، بس 10 فعلاً. طب وإنت اللي قاعد قدام موبايل ده، مين فيهم وجعك أكتر؟ خسارة السعودية ولا ساكا اللي ما بيكسبش نهائي ولا لقاءه ماشي؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ، ونشوفكوا بعد 6 ساعات.